واحد السؤال فقهي وذكي، كيقول لك في البيع والشراء عندنا ما يسمى بالنوار. إنسان بغى يشري شقة وكيمشي عند المقاول كيقول لي شحال الثمن ديالها، كيقول لي في الأول الثمن الحقيقي الشقة كدير مثلًا 60.000.000، كيقول لي ولكن حنا غنديروا في العقد 40.000.000 وغتعطيني النوار اللي هو 20.000.000. والغاية من ذلك هو التحايل على الضرائب. كيسول السي عماد من مكناس هاد النوار واش هو حلال أم حرام؟ السي عماد للأسف هذا مما ابتلينا به في زماننا هذا. البيع والشراء كلما كان بالوضوح وكلما كان بالبيان كيكون مبارك، لأن هناك البركة في البيع والشراء. إلا كان بالبائع والشاري الوضوح وكنأديو المستحقات اللي علينا كتكون البركة. فإذا كان هناك الغش والتدليس والتغيير تمحق البركة. علاش حنا في زماننا هذا كلنا كنبكيو وكنقولوا غلاء المعيشة وغلاء أسعار السكن، وكنقولوا بأن المنعشين العقاريين كاين اللي كيسموهم المنهشين العقاريين. هذا الكلام علاش؟ هذا من زوال البركة. ملي كيبغي الإنسان يربح أكثر من اللازم. أكيد أن هؤلاء الناس علاش كياخذوا النوار؟ بهدف واضح، وهو التهرب من الضريبة. هذيك الضريبة راه حتى هي واحد الحق من الحقوق ديال الدولة. كما أن هناك حقوق الأفراد وحقوق المجتمعات، هناك حقوق الوطن. الضرائب ملي كناخذوهم اش كنديروا بهم؟ الضرائب كنقوموا بهم بإنجازات مهمة داخل أرض الوطن. كنبنيو المستشفيات، كنبنيو المؤسسات التعليمية، كنخلصوا بهم المسؤولين في القطاع العمومي، سواء رجال التعليم، رجال الصحة، الموظفين في الجماعات المحلية، وقس على ذلك الشرطة والجنود والعساكر وغيرها من كل المرافق العمومية، مما تؤدى من أموال دافعي الضرائب. ربما بعض الدافعين الضرائب يستاءون كيقول لك حنا خلصنا الضريبة وما شفنا والو، راه ولدي كيقرا بالفلوس وراه مرتي مرضت ديتها الكلينيك. اذا باش غتفيدني هذه الدوله؟ ها التعليم اللي هو اساسي ما كاينش العمومي، وها مرتي ملي مرضت المستشفى العمومي ما استقبلهاش ديتها الكلينيك خلصت عليها. باش فاتني هذه الدوله؟ كنقول لي لا، الدوله ماشي فقط هي التعليم والصحه، راه كاينه مرافق كثيره. راه عندنا حمايه الحدود بالجنود والعساكر، عندنا الامن الداخلي يقوم برجال الامن ورجال الدرك والقوات المساعده والسلطات المحليه وغيرها، عندنا المحاكم التي تضمن لنا العدل بين الناس. رغم كنقولوا عيب هنا وعيب هناك، وشكون اللي ما خطاش العيب؟ راه كيقولوا في المثله حتى زين ما خطاتو الاولى. اللي كنقولوا بان هذا النوار هو امر لا نشجع عليه. هذا النوار هو سبب من اسباب الازمه اللي كنعيشوا فيها، ان البعض يغتني بسرعه والبعض كيبقى فقير، والدوله كيكون عندها المدخول ديالها ضعيف، وبالتالي الخدمات اللي كتعطى للمواطنين اللي هي ناقصه جدا. وفي الاخير كتعود الوضعيه كلها مزريه، والسبب هي اسباب متعدده متشابكه. هذا النوار هو احد الاسباب. لهذا اقول لك سي عماد من مكناس، هذا كتسول واش النوار حلال ام حرام؟ حنا السي عماد عندنا 3 دوائر، عندنا حلال، حرام، شبهة. هكذا هي الدوائر ال3 في أحكام الشريعة الإسلامية. هناك ما هو مباح حلال، وهناك من هو حرام بيّن أنه حرام. والأشياء اللي كتكون غير بينة اش كنقولوا؟ كنقولوا شبهة. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد أطاع الله، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالشبهة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سلوكية، المفروض من المسلم اللي باغي السلام لدينه وعرضه يبتعد عنها. فأقول أخي مكناس،
أخي عماد من مكناس، هذا النوار إذا لم يكن حرام فهو على الأقل أضعف الإيمان أنه شبهة، والشبهات النبي الكريم قال لنا اتقي الشبهات كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أسأل الله تعالى أن يطعمنا حلالا طيبا ويباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين